السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم معسلات الرمضانيه اللي هما عباره عن بويبات شماليين، بويبات ديال اللوز او المونيضات ديال اللوز، معروفين عندنا في الشمال وبالاخص في تطوان. الطريقه ديالهم سهله، كيجيو معلكين من داخل، واحد العقده ديال اللوز اللي كتجي معلكه كما كتشهدوا معايا. الطريقه ديالهم، الشكل ديالهم كيجي رائع، والمذاق كيحمق، كيجيو معلكين من داخل، فيهم واحد اللمسه ديال الشباكيه. كنتمنى فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بالتعليقات ديالكم اللي كتشجعني، وضغطوا على لايك. الا ما كنتش مشترك في القناه اشترك في القناه وبارطاجي الفيديو مع الحباب والاصدقاء. شوفوا معايا هنايا الطريف ديال الفيديو كيف كيجيو معلكين من الداخل، تبارك الله ما شهيتكم فيهم، كيجيو غزالين بزاف. كنتمنى فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. نكوزو طريقه التحضير والمقادير. بسم الله، نبداو على بركه الله. ملعقه كبيره من القرفه، ملعقه كبيره من النافع، ملعقه كبيره من حبه حلاوه، ملعقه كبيره من السكر سنيده، ملعقه صغيره من ملح، عندي مخلطين مع بعضهم كما كتشهدوا، كاس كبير ما يعادل 130 غرام من الزنجلان اللي مصهط ومطحون مزيان، 130 مليلتر ديال الزبده نوازيت، واحد الساشي ديال 7 غرام خميره الحلويات، الحليب درت ليه واحد نص لتر، كيلو الدقيق. بالنسبه لهذا القياس هذا جاني العجين شويه زايد، يعني شاط لي شويه ديال العجين. كنعملو في العجانه ديالنا، او بغيتي تخدم بيدك كتخدم بيدك. اول حاجه كنعملو النواشف، عملت هذاك السكر والملح، قرفه، نافع، حبه حلاوه، الزنجلان صهدتو، يعني صهدتو، سخنت المقله وديتو جبتو في المقله وطحنتو مزيان، ما يبقاش الطرفين فيه. انا من داك الساشي ديال الخميره 7 غرام، وخلط النواشف مزيان مع بعضياتهم في الماكينه حتى يتخلطوا ويندمجوا مزيان داك النواشف مع بعضياتهم. وكنتي عتخلطها بيدك فكتخلط النواشف مزيان بيدك. عاد كنضيفو هنايا الزبده النوازيت 130 ديال مليلتر، كاس اللي هو ماشي معمر، وغنخلطوا داك الزبده حتى تندمج كما كتشهدوا معايا مع ديك النواشف. وهنايا غنبدا نضيف الحليب شويه بشويه، الحليب ما يكونش في النبيره. غنبدا نضيف شويه بشويه. هنا درت لي واحد 500 مليلتر ماشي كامله، درت لي واحد 480 مليلتر. وضفت هنا واحد شويه متصورت لي شي الزعفران كشعره، ذوبته مع ملعقه الماء الزهر، وضفته هنايا باش يعطيها واحد اللوين. غنخليو العجين ديالنا يتعجن مزيان، خصو يكون على قوام ديال الشباكيه، بحال قوام ديال الشباكيه، يكون يعني قاصح شي شويه. عادي نجمعوه، عاد نقطعو بحال القياس ديال الشباكيه، نقطعو بحال اللي كنعدلو الشباكيه، يعني نعدل المستطيلات ونوجدهم بهيدا بالمطلق، ونخليوه في بلاستيك الغذائي يرتاحوا على بيد من نعدل العقده ديال اللوز. يعني صبقت من العجينه عاد باش نجوز نعدل العقده ديال اللوز. كتشوفوا الطريقه هذه بحال اللي كنعملو ديال الشباكيه. بنفس الطريقه كنستمروا حتى كنساليو العجين ديالنا كامل، نخليوه في بلاستيك الغذائي باش ما ينشفش العجين ديالنا. وغنجوز نعدل العقده، هي هذه كيكون ارتاح العجين. وغنجوز نعدل البويوات ديالنا ونخليوهم ينشفوا مزيان مزيان بحال كنعدلوا الشباكيه، يعني نخليوهم ينشفوا عاد نقليوهم. صافي هنا بعد ما ساليت هذاك العجين كامل، نتاكد بان الجوانب ديالو تغطى مزيان بالبلاستيك. هنا عندي 800 غرام ديال اللوز اللي قشرته وخليته ينشف ليله كامله. زدت له 200 غرام من السكر، الجمع ديالها هي كيلو، طحنته مزيان حتى حصلت على واحد العقده ديال اللوز على هذا الشكل هذا كما كتشهدوا. فاذا كانت الماكينه ديالكم ما كطحنش مزيان، طحنوا الطحنه الاولى ديال اللوز، عاد زيدوا الثانيه مع السكر. انا كنطحن كلشي مع بعضياته. هنايا ضفت 3 مغارف كبارين معمرين ديال الزبده نوازيت، واحد 2 مغارف ديال الماء الزهر، وغنجمع العقده ديالنا مزيان مزيان حتى نحصلوا على واحد العقده اللي كتكون رطبه على هذا الشكل كما كتشهدوا. هنا نعدل الكبيرات، بغيتي توزنهم كتوزنهم، بغيتي كتقطعوا معينك ميزانك، هذاك كيبقى الاختيار ديال كل واحد والخدمه ديالو. انا هنا عملت لهم 10 غرام، ما بين 9 و10 غرام. خرجت لي هذا القياس هذا، خرج لي 99 حبه باش نكون واضحه معكم. يعني تقدر تخرجكم 100 حبه
يمكن غلطت في الحساب وهذا خرجت لي 99 حبه. فديك الكويرات كنتكي عليهم هدا واحد شويه على الشكل ديال المونيضه، غطيتهم بالبلاستيك الغذائي وخليتهم جانبا. غنقوز العجين ديالنا غنورقوه في الماكينه ديال الشباكيه، نخليو العجين ديالنا يكون واسع واحد شويه كما كتشهدوا باش تجي لنا التغليفه من جوج جهات على شكل كتاب. كنجوزها في الماكينه، كنطلقها شويه بمطلق، نجوزها في الماكينه. هنايا عملت لها نمره واحد. الماكينه كتبقى على حسب كل نوعيه ديال الماكينه اللي عندك. انا ديالي هنا نمره واحد بحال الشكل غنطلق الشباكيه، يعني بحال السمك ديالها يكون فحال الشباكيه. غادي نجوزها في الماكينه بجوج بهم، يعني بغيتي تعمل هيدا جوج في ضربه واحده، بغيتي تعمل وحده بوحده، كيبقى الاختيار ديالك. فهنا تقدر تعدل واحد الكميه كبيره عاد تنقش، اولا بتعدل وحده بوحده وانت ماشيه حسب الاختيار ديالك. هنا كنعملوا ديك المونيضات في الجانب، يعني في الجانب ديال المستطيل كما كتشاهدوا معايا في الفيديو واضح. هي جات طويله 10 الحبات، خدات لي 10 في وحده و10 في وحده، يعني ضربت 20 في ضربه واحده، 20 حبه في ضربه واحده. كنقلبوها على شكل كتاب كما كتشهدوا، ونضغطوا عليها، غلينا عليها بالوسط هذا ديال الكف اليد ديالنا باش تاخذ الشكيل. ديك الساعه كنشدوا نضغطوا الجوانب مزيان مزيان، ونحاولوا نحيدوا لك تما شويه ديال الهواء بواحد الابره، نحيدوا هذاك الهواء الزائد. كنضغطوا على الجوانب مزيان بحال غنشدوا الكعب، وغنقطع بهذا الدائر هذا، نقطعوا الدوائر ديالنا. غادي نهز هذاك العجين الزائد ونعملوه في بلاستيك باش ما ينشفش معنا. كل مونيضه غنهز هنا، عندنا نهز كل مونيضه ونتكيل على الجوانب مزيان مزيان. ضروري من هذه المرحله نتكيو على الجوانب باش ما يتحلوناش في القلي، ولا جبرت شي هواء تما كنتكي عليه بالابره كما كتشهدوا ونخرج هذاك الهواء الزائد. هنا بعد ما نسالي هاد المونيضات كاملين غنتكي عليهم هنايا بالجوانب، وغنجوز نعدل الاخرى حتى نسالي الثانيه عاد غنبدا نقش. يعني العجين ما تخافش منه يوقع له شي حاجه، النقش ديالو كنقشو غير الحاشيه، سواء بغيتي بالنقش كما غادي نعمل انا، او بغيتي كتضغط عليهم بواحد الشوكه اللي هو المتشك، كتضغط عليهم بمتشك بحال نعدلو بانادا. لا بغيتي يعني تضغط عليهم بالمتشك كتجي ساهله. انا هنايا فضلت نقشهم بالنقاش، حسن كيجي الشكل ديالهم، عجبني حسن. يعني جربت بالشوكه ما عجبتنيش، وعملت بنلقط يعني النقش ديال الكعب عجبني حسن. بنفس الطريقه حيت داك الزوائد العجين كنعملو في بلاستيك كان قدامي ديال العجين باش ما ينشفش، وكنضغط على هذاك الجوانب اللي كان تما شي هواء كنحيدوه. وغادي ننقشو الحلوه ديالنا بعد ما ساليتها كامله. ضروري نضغطوا باللقط مزيان، يعني ملي كنضغطوا على العجين نتاكدوا بان شبانا العجين التحتاني والفوقاني مع بعضياتو باش ما يتحلوش. راه ما تحلت لي حتى شي وحده. ضروري في النقش ديالنا يعني نضغطوا على العجين مزيان، وفي النقش نتاكدوا باننا شبرنا من تحت مع الفوق، وهيدا ما يتحلوش. عتكون مأكده من راسك بان ما يتحللكش في القي ديالك. وطبعا ملي غادي نشفوا عجين نقليوهم عتشوفوا معايا ان شاء الله. كنتقب واحد التقيبه في الوسط بالابره. كتشوفوا معايا انا ملي كنضغط بغيت نقرب هيدا الكاميرا شي شويه باش تشوفوا معايا. يعني ملي كنضغط باللقط مأكده بانني شبرت التحتاني مع الفوقاني، العجين التحتاني مع الفوقاني. هنا نعمل هذاك المونيضات ديالنا في واحد الثانيه وكنخليهم جانبا. انا خليتهم حتى نشفوا مزيان. بعد ما نشفوا يعني شبط القاع ديالها ما نشفوش منهم، وانا نقلبهم خليتهم حتى نشفوا. عاد قلت قليت المونيضات ديالنا، يعني خلوهم حتى ينشفوا شي شويه مزيان، ماشي فحال الكعاب كيخصهم يباتوا ليله كامله، ولكن غير فحال الشباكيه. يعني نشوفوا العجين بدا كينشف صافي كنجوزو نقلب. بنفس الطريقه بغيت نقرب الكاميرا شي شويه باش تشوفوا معايا. هنايا ستفتهم بجوج بهم غنعدل داك المونيضات. هنا تقريبا واقيلا عندي هنا شي 10 حبه في ضربه واحده عملتهم، وغادي نطوي ونقطعهم في ضربه واحده ونبدا ننقش. كيجيو الطريقه ديالهم سهله، ماشي فحال الشباكيه كنتومروا فيها بزاف وبقى تلوي. وبنفس الوقت يعني اكثر لا كنتي عملتي العقده من قبل، كانت عندك مثلا بحال اليوم العقده وغدا تعمل العجينه وتبدا تطلق كيجيوك ساهلين. لو كنت تعمل قياس خسر من هذا فافضل تعمل العقده بحال اليوم، وعلى غدا عاد تعدل المونيضات ديالك كيجيو افضل. كما قلت لكم انا هذا القياس هذا اللي عندي غنخلي لكم القياس في صندوق الوصف. رانا خرج لي 99 حبه، يعني قول 100 حبه، ولكن العجين شات لي واحد شويه. يمكن لك تكمل كيلو ديال اللوز مع 250 غرام ديال السكر باش يجي لك يعني العجين مقد معاه. نفس الطريقه كنتكي على الجوانب ديالها مزيان بيدي، ولا كان الهواء كنخرجوا بواحد الابره
نخليهم جانبا حتى غنجوزهم كاملين عاد غنقشهم. كتشوفوا هنا الصينيه ديالي بعد ما ساليتها هنا كنشفوا، كنعمل لهم واحد الشوكه هيدا او اليبره في الوسط. الزيت كيغلي، يكون الزيت سخون مزيان، وملي غنعملوا بويوات ديالنا غنقصوا العافيه ديال الزيت باش يطيبوا معنا، ما يتحمروش يتحرقوا ويبقاو خضرين من داخل. بعد ما يسخن الزيت نقصوا العافيه تكون متوسطه، ونخليوهم يتقلاو على خاطرهم حتى ياخذوا لنا اللون الذهبي. ما نحرقوهمش من على برا ونخليوهم من داخل معجنين، ياخذوا لنا داك اللون الذهبي. هنا بعد ما عمرت المقله نقصت لها العافيه وخليتهم يطيبوا بلاتي عليهم حتى خداو ديك اللون الذهبي ديالنا. العسل عندي موجوده، العسل ما سخنت ما والو، خليته هيداك على درجه حراره المطبخ. العسل اللي استعملت انا العسل حر، ما كنعدش العسل بيدي. عملتها في العسل اللي هي بارده. اللوز كان عندي كونكاسي حمرته واجد مزل قدامي، باش هيدا بعد ما نعملها في العسل غنخليها في داك العسل حتى طيب لي القليه الثانيه. عاد كنزول داك البويوات من العسل ونعملهم في الشبيكه ونرش عليهم اللوز هيدا باش كيكونوا شربوا مزيان العسل. وتبارك الله كيشربوا العسل من داخل. داكشي انا السكر ما عملتش في العقده كما شفتوا معايا، ما عملتش السكر بزاف هيدا باش ما يجيوناش حلوين بزاف. من الاحسن ما نعملوش السكر في العقده بزاف. هيدا باش ملي كناكلوا المعسلات ديالنا او بويوات ديالنا يعني كنتلذوا في هذاك المذاق ديال المعسله، يعني كنعرفوا شنو كناكلوا. الا كانت حلوه بزاف راه ليك كملتي وحده ما نقدروش نزيدوا الثانيه، الا كملتي وحده كتكملها بالدرع او كنعطوا منها واخا كتعجبك ما كتقدرش تزيد منها حيت كيكونوا حلوين بزاف. لكن الا نقصنا من السكر مع فيهم العسل الحر راه كيخليونا ناكلوا نعرفوا راسنا شنو كناكلوا، ديك الحلاوه اللي كتكون ناقصه. كما كتشاهدوا انا خلطت مزيان في هذاك العسل، خليتها فيها ومره كنبقى نحركهم في هذاك العسل. وقليه اخرى عندي كتقلى وانا كنبقى نحرك فيهم مره كنبقى نحرك فيهم حتى كيشربوا لي مزيان. ملي كنشوف القليه الثانيه بدات كتلون تاخذ هذاك اللون الذهبي، يعني كنهز داك المعسلات ديالنا او داك البويواز ديالنا ونعملوهم في الشبيكه يقطروا، ونرشوا عليهم شويه ديال اللوز كونكاسي هيدا حتى كنساليو العبار ديالنا كامل. كتشاهدوا معايا يعني ملي كنهزوها من المقله كتكون واخده داك اللون الذهبي في العسل، كتزيد تاخذ هذاك اللون كيكون عسلي، كتجي الشكل ديالها غزال بزاف. كتشوفوا انا هذا كنبقى معاها مره كنحركها في هذاك العسل حتى كيقربوا ياخذ يطيبوا. عاد كنحيدو ونعملوا في الشبيكه ديالنا ونرشوا عليهم شويه ديال اللوز. صافي هنايا خليتها حتى يعني ملي ساليتها كامله بالقيل خليتها في ديك الشبيكه ليله كامله حتى على غدا. عملتها في بواطه ديالي وشدت عليها مزيان في البواطه وكتبقى لك مزيانه معسله ومعلكه بمذاق يا سلام. كنتمنى فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا نسيتي ما ضغطتيش على اللايك ضغط هذيك اللايك وهود انت حيت عمل لي واحد الكومنتير اللي كيشجعنا ننزلكم ان شاء الله الجديد. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله. دمتم في رعايه الله.